السلام عليكم. وبعد بقى معاناة وولادة متعثرة منتخب مصر وفي البلاس 90 في الدقيقة 91 يجي محمد صلاح بعد ما يقلع قناع التخاذل في الماتش كله يفرجنا على روعة المنقذين وجمال المنقذين وينقذ مصر وينقذ حسام حسن من تعادل كارثي. مثال التعادل ده لو كان الماتش خلص 1-1 كان الدنيا هتتقلب ومش هتقعد بصراحه. فالعنايه الالهيه انقذت حسام حسن من مباراه سيئه جدا على المستوى المهني والتكتيكي والتدريبي. حسام ادار الماتش بشكل وحش قوي بصراحه. مبدئيا كان باين قوي ان الفريق اللعيبه متسرعه، اللعيبه ما بتلعبش بشكل هادي، في اتنشن في اداء اللعيبه، مش ده اداء اللعيبه اللي احنا نعرفه. التسرع الملحوظ والتنشنه الملحوظه ادت ان اول ربع ساعه ضيعنا يجي حوالي 3-4 فرص مؤكدين للتسجيل. لو كانت واحده بس من دول لضمت معاك كنا خرجنا من الماتش ده بسكور. وده خد بالك اللي بيعكس الحاله دي هو حاله غرفه خلع الملابس وحاله المدير الفني للفريق، هو اللي بيعكس الانطباع للعيبه، يا اما يهديهم ويعزز من ثقتهم في نفسهم ويطمنهم، يا اما زي ما انت شايف كده هو نفسه حسام حسن كان متوتر وكان نقل توتره للعيبه، وده ادى لسوء الحظ وادى للفرص اللي ضاعت دي، وادت ان كان في تخبط كمان في اختياراته وفي تبديلاته في ادارته للقاء. يا سياده العميد، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بكلمك بكل ادب واحترام وده طبعا لمكانتك واسطوريتك في تاريخ الكره المصريه. انا عايز افهم حاجه بس، يعني انا النهارده شايف ان امام عاشور راجع من فيروس زي ما انت قلت في المؤتمر الصحفي، وراجع من اصابه صعبه وكان ممكن يطول فيها وسنه ومش عارف ايه، وربنا كرمني وكرم امام ورجع امام وانضم ليا وانضم للقائمه بتاعتي. وانت شايف ان الماتش او الماتشات الوديه مش زي الماتشات الرسميه، وفي الماتشات الوديه امام ما اداش دوره في الملعب. بتكلم عن المجهود البدني لان هو قدم ماتش، وامام مفيش اختلاف في الفنيات عليه. امام لو بيلعب وهو واقف هيمشي كرة وهيلعب كرة كويس قوي مع المجموعه اللي معاه، ولكن الراجل بدنيا مش جاهز 100% ان هو يلعب 90 دقيقه والله ولا 60 دقيقه كمان. انا ليه احرق ورقه امام وابدا بيه في حين ان انا عندي زيزو بيطلع نار من بقه والراجل مقدم شوط اول قدام نيجيريا يدرس من ناحيه اليمين وعامل اسيست وبص يعني بيطير. انا ليه ما ابداش بزيزو وكنت اعمل نص الملعب بدل ما انا بلعب بمروان ناحيه اليمين وحمدي ناحيه الشمال وقدامهم امام؟ لا، ما انا كنت اقلب راس المثلث واخلي حمدي تحت واخلي زيزو نص ملعب يمين مع محمد صلاح ومحمد هاني الجبهه اللي ماتت. محمد صلاح ما جاش في الماتش، ما جاش حرفيا. انما تعالى اتفرج، لو كان زيزو بدا في ناحيه اليمين كان هيبقى شعلة نشاط، ومش بعيد كان يشتغل محمد صلاح اكتر من كده ناحيه اليمين. فمليون في المية ان انا ابدا بامام عاشور وانا عارف كل المعطيات دي والمعطيات دي عندي، فدي كارثه. طيب انت قررت ان انت تعدل الكارثه، عدلتها بكارثه. يعني حتى ما استنيتش اول 45 دقيقه تخلص وبين الشوطين اتكلم مع امام وافهمه انا عملت كده ليه او اعمل كده ليه واغيره وانزل مصطفى محمد اقلب شكلي الشوط الثاني. لا، فانت خرجت امام بعد نص ساعه، وده ممكن ياثر عليه نفسيا جدا جدا جدا. طيب دي حاجه. تعالى بقى للحاجه الكارثيه اللي عندنا. يا جماعه احنا عندنا كارثه في الخط الخلفي للدفاع، وتقريبا انا وانت وكل الناس اللي بتتفرج على المنتخب عارفين حاجه زي كده. الكره المصريه ما فيهاش السيرد باك الجامد اللي يامن خطوط الدفاع. ده والله النادي الاهلي حتى حفيان على سيرد باك بعد ما رامي ربيعه مشي وبعد ما محمد عبد المنعم مشي، مش لاقيين ولا في مصر ولا حتى بره مصر. فواضح ان في ازمه في السيرد باكات، ولكن في تفاصيل صغيره كده الواحد بياخد باسبابها زي ما بيقولوا. انا النهارده عندي رامي ربيعه وعندي ياسر ابراهيم وعندي خالد صبحي وعندي محمد اسماعيل وعندي حسام عبد المجيد. طيب لما نيجي نبص على شريط الماتشات اللي اتلعبت خلال تصفيات كاس العالم وخلال تصفيات كاس الامم، وانا كحسام حسن درت 3/4 التصفيات هنا وهنا. انا النهارده طول التصفيات بلعب برامي ربيعه وجنب واحد، رامي ربيعه وجنب واحد، سواء بقى خالد صبحي او سين من الناس، وغالبيه الاوقات كان خالد صبحي هو اللي بيلعب جنب رامي ربيعه. اجي النهارده في اول ماتش في افريقيا واحط 2 اول مره يلعبوا مع بعض، ما بيلعبوش جنب بعض خالص، حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. طب كنت حطيت رامي ناحيه اليمين وحطيت جنبه حسام وحطيت جنبه خالد صبحي وحطيت جنبه ياسر ابراهيم،
يعني اثبت واحد واحط التاني مكانه، خصوصا ان رامي ربيعه يعني كرويا على الارض والكرات الطويله احسن شويه من الاثنين. حسام عبد المجيد كان كارثه. حسام عبد المجيد كان في عالم تاني، وهو عنده لاج كده غريب. يعني انا راجل اهلاوي، بقعد اتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك مع بعض. الجول اللي جابه الاهلي وهو بيلعب الزمالك لما محمد شريف خده بالشمال لبره وحطها في الجول، حسين الشحات مشي بالعرض وحطها لمحمد شريف. كان محمد شريف المان بتاع حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد وقف لحظه كده وساب شريف راح للكره واستلم، تحس ان هو حصل له لاج. نفس اللاج ده حصل له النهارده، وكأن حسام عبد المجيد الكره وهي بتتلعب في الملعب حواليه ما بيبقاش باصص عليها او هي فين، هو باصص في حتته او باصص مع المهاجم اللي معاه. في حاجه غلط. الراجل بتاع منتخب زيمبابوي، وتقريبا دي الكره الوحيده اللي راحوا بيها في الشوط الاول، او تقريبا هم كورتين، راح من ناحيه اليمين وجري معاه طبعا حمدي فتحي وجري معاه محمد حمدي، الاثنين بيحلقوا عليه. يعني لا حمدي قطع ولا حمدي الثاني قطع، وحمدي فتحي كان كارثي 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 في نص الملعب، كاننا بنلعب مثلا 10 وزيمبابوي بيلعبوا 11. حمدي فتحي ما جاش، حمدي فتحي ما ابتداش يلعب شويه الا لما مروان عطيه خرج، ودي حاجه غريبه جدا. يعني انا نفسي مستغربها، اللي هو زي ما يكون بيقول انا زي الفريق ماليش شريك. فالراجل ناحيه اليمين لعب الكره بالعرض للمهاجم اللي كان جنب حسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد ولا حرك ساكن. الراجل استلم الكره ولف وحط برجليه الشمال على يمين الشناوي، جول في منتهى السهوله، ودفعنا كله مرمى على الارض وحسام عبد المجيد بيتفرج. فانا والله لحد دلوقتي مش فاهم، محتاج الكابتن حسام او حد من الصحفيين كان يساله هو ليه رامي ربيعه ما لعبش النهارده يا كابتن حسام؟ يعني ايه ليه ما لعبش؟ وهنا بتكلم على مش عشان رامي ربيعه جامد وبيطلع نار من بقه، لا، هعيد تاني، عشان رامي ربيعه رجليه في الملعب، وعشان في تفاهم دايما. مركز في مراكز في الملعب كده يا جماعه حساسه، زي مركز حراسه المرمى. انا مش من السهل ان انا اجي اغير حراسه. يعني ناس كتير بتتكلم ان الشناوي لازم يتغير الماتش الجاي، انا شايف لا. كان من اول ماتش لو هو يلعب بشوبير كان يلعب بشوبير، هيلعب بالشناوي، احمد الشناوي كان لعب باحمد الشناوي. هو النهارده لعب محمد الشناوي، لو غيروا الماتش الجاي مش احسن حاجه. مركز حساس محتاج شوبير ياخد جو البطوله. الشناوي كده هنعتبره خرج لانه كان بيلعب اساسي وهو خرجه بعده خالص. لو لا قدر الله حصل حاجه لشوبير ما اعتقدش ان محمد الشناوي يبقى بنفس الكفاءه، ده لو اعتبرنا ان هو عنده كفاءه يعني. وكذلك مركز السيرد باك برضو الدفاع مركز حساس، لازم الاثنين يلعبوا ورا يكونوا فاهمين بعض جدا، بيلعبوا على خط واحد، في كلام بينهم، في تنسيق بينهم، مين هيمسك ده، مين هيتحرك هنا. مركز حساس، ولازم الاثنين يكونوا بيكملوا بعض في الامكانيات. يعني واحد لعيب كوره، واحد جامد طويل بيلعب دماغه كويس، واحد كده. انما احنا حاطين اثنين عمرهم ما لعبوا مع بعض، تقريبا الاثنين بنفس المواصفات، الاثنين ما بيلعبوش كوره على الارض كويسه، هوائيا كويسين نوعا ما، ولكن كانت غريبه الحقيقه من حسام حسن. ومع ذلك وكل اللي انا قلته ده، لو كنا اول ربع ساعه استغلينا اي فرصه وسجلناها كان حال الماتش هيتقلب 360 درجه، كنا هنشوف حفله على منتخب زيمبابوي. وانا شايف ان سوء الطالع ده برضو ليه اسبابه، زي ما ذكرت. التسرع، كان لازم اللعيبه تنزل اهدى من كده، كان لازم المدير الفني يبقى له دور ان هو يهدي اللعيبه اكتر من كده. اللعيبه ما لعبتش لعبها، اللعيبه كانت متسرعه جدا في الملعب، كان في اتنشن، كان اللعب نمطي بشكل كبير جدا. انت امام عاشور لما فرطنا فيه فقدنا حلقه الربط بين نص الملعب والدفاع بالهجوم. انت كانك عندك سياره فيراري قدام في باقي خط الهجوم، وورا فيات 128. الكره مفيش حاجه في النص تربط بين الاثنين. امام ومروان اللي برضو ما كانش في حالته قوي، هو ده دورهم، وهم دول الاثنين لعيبه اللي انت هم مميزين قوي عندنا. ليه؟ لان هم ما لهمش بديل. يعني لا امام ليه بديل في ادواره، ولا مروان عطيه ليه بديل في ادواره. اللي موجودين مكانهم مش هيأدوا بنفس الكفاءه ومش هيربطوا الربط ده، سواء مروان عطيه على مستوى الشورت باص والرؤيه بتاعته في الملعب واللونج باص لما بيغير الملعب، او امام عاشور بانطلاقاته والباور اللي عنده ولمسته برده الحلوه، بيطلع ده وبيطلع ده، ورجليه اليمين والشمال والشوط. ما عندكش انت الكلام ده. فانت النهارده لما بتسجل وتجيب جول بتجيب جول بشكل فردي. احنا شفنا مرموش من ناحيه الشمال خد الكره وهوب بقى ما بدهاش يلا ودرجن وهوب حطها له في حلق الجول. مجهود فردي، امكانيات فرديه. جول صلاح ده في الحبيكوا منه، ما فيش اي فرصه، هو كده باي لك، توفيق ربنا وخبره صلاح بصراحه. فاحنا النهارده ربنا نجانا ونجى الكابتن حسام، اللي انا متهيألي لو كان حد قاس ضربات قلبه في الشوط الثاني كان هيلاقيها 280 مثلا حاجه كده. ولكن خلينا اقف بقى وقفه هنا عشان عايز اقول حاجه مهمه قوي، وركز معايا
صديقي. كل كارير حسام حسن من اول ما مسك منتخب مصر وماتشاته مع المنتخب سواء في تصفيات افريقيا او في تصفيات كاس عالم، اركنها في كوم، حطها في جنب، والماتش الجاي بتاع جنوب افريقيا ده حطه في جنب تاني. انا بشوف ان ماتش جنوب افريقيا هو الاختبار الحقيقي لحسام حسن. ليه؟ انت النهارده بدات البطوله ودايما ضربه البدايه ما بتكونش الافضل للمنتخبات. احنا شفنا الارجنتين قدام السعوديه في كاس العالم، وشفنا اعد لك ابطال كتير خدوا البطوله، وكان اول ماتش بالنسبه لهم ما كانش احسن حاجه، لان لسه بيكون المدير الفني ما وقفش على التشكيله المظبوطه، ما وقفش على طريقه اللعب المظبوطه. فانت النهارده نزلت قدام زيمبابوي، حطيت اللعيبه والتوليفه اللي انت كنت شايفها انها جاهزه، شفت مين اللي عنده عيوب، وشفت مين المتميز، ومين هيبقى هنا كويس ومين مش هيبقى هنا كويس. انا عندي مشاكل في خط الدفاع، عندي مشاكل في حراسه المرمى، عندي مشاكل في الربط وتكتيكيا على المستوى الهجومي، وان انا ما العبش لعب نمطي، احاول انوع من لعبي. عرفت العيوب اللي عندي ايه، والمفروض ان انا في الماتش الثاني ان انا اعالج الامور اللي عندي. فانا مستني اشوف حسام حسن هيعالج الاخطاء والنواقص اللي كانت عندنا في ماتش زيمبابوي، هيتعامل مع اللقاء ازاي. هنا هيبان جودة حسام حسن فعلا. الكلام ده بالنسبه لي بجد، انا مستني ماتش جنوب افريقيا بفارغ الصبر عشان اشوف الراجل ده هيتعامل وهيصلح المشاكل اللي كانت عندنا ازاي. وعلى فكره انت لو تحسبها كده برضو، فانت يعني انت هجوميا ما كنتش وحش. انت لو بصيت على ارقامك انت في 35 شوطه اتشاطت على الجون، رحت على الجون بشكل كبير جدا. انت في واحده لزيزو او كورتين لزيزو في ال6 ياردة بدماغه، ومصطفى محمد برضو في ال6 ياردة برجليه في الشوط الثاني، وواحده تريزيجيه اتشالت من على الخط في الشوط الاول. الحاجات دي لو جت انت هتكسب سكور. انا مشكلتي ان انا مش مطمن دفاعيا، ان انا مش مطمن في حراسه المرمى، ان انا ما عنديش ربط ولعبي كله نمطي، تنقيل بالعرض بالعرض بالعرض، وبعدين مجهود فردي من اي حاجه. مفيش جمل ومفيش ربط كويس ومفيش صناعه فرص محققه للاعيبه زي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، ان انا اخليهم فيس تو فيس مع الجون. مفيش الكلام ده خالص، اللعب كله نمط يا جماعه. احنا عندنا مشكله في الدفاع وهجوميا كويسين. عايز اقول لك ان المغرب اللي هي تعتبر اقوى فرقه او اكتر فرقه مرشحه للفوز باللقب عندها مشكله كبيره جدا في الدفاع. اتفرجت على ماتش الافتتاح بتاعهم قدام جزر القمر، وشفت ان المغرب في الشوط الاول كانت سيئه جدا جدا جدا، وكانت بتعاني من نفس المشكله اللي عند منتخب مصر، التسرع والتخبط ومفيش ربط، ودفاعها ما كانش احسن حاجه. الهجمات المرتده كانت بتتعمل عليهم كويس قوي، ولكن وليد الركراكي تدارك الامر واقحم اللعيبه المناسبه، وقدر يعدل الاوتار بشكل كبير جدا، ونزل ايوب الكعبي ونزل الزلزولي وشال سفيان المرابط وعدل طريقه اللعب خالص، وفازت المغرب 2-0 واتحررت اللعيبه من الضغوط. ولكن المغرب عندها نفس مشكلتك، خط الظهر بتاعهم مش اقوى حاجه، خصوصا بعد ما رومان سايس اتصاب، وشوفنا نايف اجرد في كره من الكرات غلط وكان هيكلف فرقته هدف، ولكن ياسين بونو تألق. فاللي انا عايز اقوله ان انت لسه في الجيم، ان انت لسه قوي، ان انت حتى لو عندك عيوب فكل الفرق عندها عيوب، ولكن الميزه ان انا اقدر اصلح واداري العيوب دي واحجمها واشتغل على المميزات اللي عندي. انا مستني اشوف الكلام ده في ماتش جنوب افريقيا. عميد هيكلوك يا عميد، والله ما هتلعب كاس عالم. طيب خلينا نروح لتقييم لعيبه المنتخب. لو هنقيم لعيبه المنتخب النهارده، محمد الشناوي مهزوز جدا جدا جدا، وما راحش عليه اي حاجه غير كورتين، كوره الجول وجا الجون، وكوره بعديها اللي شالها على مرتين، وكوره كده في اخر الماتش اتشاطت ضعيفه على الارض صدها على مرتين، فانا بديله 2 من 10. محمد هاني الحقيقه ما كانش سيء، ولكن ما كانش بنفس القوه الهجوميه في ماتش نيجيريا، ماتش الودي، فمحمد هاني اديله 6 من 10. ياسر ابراهيم ما شفتلوش حاجه برضو ورا او حتى حاجه في الطلوع بالكوره، 3 من 10. حسام عبد المجيد اديله 0، لان الكوره اللي دخلت فيه جون ما يعملهاش مدافع ناشئ. مفيش حد في الدنيا، مفيش سيرت باك في الدنيا يسيب المان بتاعه يلف براحته ويبقى بعيد عنه كده بحوالي 3-4 ياردات. مفيش كده في الدنيا. لازم تركيز اكتر من كده. محمد حمدي الشوط الاول 0، الشوط الثاني اديله 6 من 10. اخصم بقى انت من ده وشوف انت عايز تعتمد ايه واعتمده. مروان عطيه الحقيقه ما كانش، ويمكن واحده من اقل ماتشات مروان عطيه للاسف الشديد، ولكن اديله 4 من 10. حمدي فتحي لحد ما مروان عطيه خرج 0 شبح،
اقسم بالله ما جه. اول ما مروان عطيه خرج ما تفهمش ايه اللي حصل، ابتدينا نشوف حمدي بيحط كور في العمق، وابتدينا نشوف حمدي بيقطع وبيرمي كور لمحمد صلاح عاليه، وقلب توني كروس شويه. فحمدي فتحي 4/10. امام عاشور طبعا يعني على الفتره اللي لعبها امام اتحرك بشكل كويس قوي في بدايه الماتش، جات له فرصه ولا فرصتين قدام الجول ما تعاملش معاهم بشكل كويس الحقيقه، ولكن كان على مستوى ال 30 دقيقه يعني اديله 5/10. محمد صلاح بقى الكينج مو ذا ايجيبشن كينج، محمد صلاح اللي انقذنا في البلس 90. حبيبي وعمي وعم عيالي والله العظيم ابو مكه، والله يا عمي وعم عيالي. 3/10 3/10 او يمكن 2/10 كمان، 2/10 لحد قبل الجول. بعد الجول 7/10. حرفيا محمد صلاح ما جاش يا جماعه، ما جاش في الماتش، ما شفناش اي حاجه ناحيه اليمين، سواء ربط مع محمد هاني او حتت صلاح اللي بنشوفها بيخش لجوه ويحط دينا واحده ار2، او كور اسيستات لاي حد بيتحرك. ديناميكيه محمد صلاح وحركيته في الماتش ما كانش احسن حاجه، تحس ان هو مصاب او تقريبا بيحوش مجهوده للادوار المتقدمه وخايف لا يتصاب. طيب محمود تريزيجيه عمل مجهود مش بطال، ولكن ما كانش مؤثر في الملعب. برضه تريزيجيه هو تريزيجيه اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر. شفنا عمر مرموش لما اتطرف ناحيه الشمال عمل شغل وديناميكيه اكبر منه بكتير جدا. حتى ابراهيم عادل لما نزل اي نعم خربها وقعد يخش لجوه يلعب فردي ويحاول ان هو يشوط، وضيع واحده كان ممكن يديها لمرموش ونسجل منها، ولكن كان حيوي اكتر من تريزيجيه. فتريزيجيه 3/10. نيجي لعمر مرموش عريس اللقاء، الامير، اللعيب الافضل في منتخب مصر على كل الاصعده، بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني. ويا اخي يعني نفسي جوارديولا يحط في عينه حصوه ملح ويشوف، يعني يشوف اللي احنا يمكن احنا شايفين حاجات هو مش شايفها، او هو شايف حاجات احنا مش شايفينها. يمكن الراجل ده وحش واحنا مش واخدين بالنا ولا ايه، يعني انا مش عارف والله يا مرموش. ولكن لو هيفضل جوارديولا يتعامل معاك كده فانت لازم يا ابني تسيب السيتي في اسرع وقت. موهبه وقوه انفجاريه في نص الملعب وفي الهجوم بشكل خرافي. الراجل بينزل ياخد الكرة من بعد الدايره، بيعمل كل حاجه. انطلاقه باور، بيروح شوطه، بيعزم، بيرزع، مش بيشوط، هو بيرزع حرفيا. انطلاقات وسبرنتات وبيروح على الجول، بيروح بسم الله ما شاء الله. كان عامل ماتش هايل وكلل مجهوده بجول عالمي بصراحه، عالمي. عمر مرموش 10/10. عمر مرموش على مستوى التغييرات، مصطفى محمد بقى اللي نزل مكان امام عاشور عمل شغل مش بطال، عمل مجهود مش بطال، تخبيط وترزيع، اتحرك وجات له كام كوره من محمد حمدي عرضيه ما تعملش فيها بشكل كويس، ولكن اديله 5/10 على المجهود اللي قدمه مصطفى محمد والاسيست اللي لعبه بدماغه لمحمد صلاح في الكره الاخيره. احمد سيد زيزو برضو نزل عمل حركه وديناميكيه ناحيه اليمين، جات له واحده ما تضيعش بدماغك يا زيزو في الست يارده، مش عارف ضيعتها ازاي لحد دلوقتي. وجات له واحده ثانيه من ناحيه اليمين عملها له صلاح لبره وحطها فوق العارضه. فزيزو اتحرك كويس، ولكن الفينيشنج ما كانش كويس خالص يا زيزو. هديك 5/10. يبقى فاضل بقى ابراهيم عادل وفتوح. ابراهيم عادل زي ما انا قلت عمل حركه، كان متحرك اكتر من تريزيجيه ولكن في الفاضي، يعني كل قراراته كانت غلط وفرديه، وكان اناني، وتحس ان هو نازل يعني شويه كده من شغل تريزيجيه مع الاهلي، انا اللي اعمل كل حاجه وانا اللي اخش وانا اللي اشوط وانا اللي اخلص الدنيا كده يعني. فابراهيم عادل 3/10. احمد فتوح ما عادش كتير في الملعب، يعني ممكن اعتبره خارج التقييم، ولكن والله قدم كام كوره حلوه، وكان هو سبب من اسباب الجون الاخير على فكره بمعافرته ومصابرته على الكوره. فلو هنديله فتوح هديله 5/10. طيب الماتش الجاي عندك جنوب افريقيا، وجنوب افريقيا فازت على انجولا في ماتش طاحن. وخد بالك الماتش ده لا يعكس شيء عن قوه المنتخبين. انا اتفرجت على جزء كبير جدا من ماتش جنوب افريقيا وانجولا، وشايف ان منتخب انجولا كان يستحق انه يفوز، منتخب جامد ومنتخب عمل ماتش كويس قوي، وعلى كل الاصعده، على مستوى القوه البدنيه وعلى مستوى المهاره وجوده اللعيبه كان كويس قوي. المنتخب الانجولي فاجئني بصراحه. انا كنت فاكر الماتش هيبقى سهل على جنوب افريقيا، ولكن على عكس سير اللقاء خالص، على عكس ما كنت متوقع. الماتش مشي على عكس ما كنت متوقع، على عكس ما كنت شايف. اي نعم جنوب افريقيا كسبت، ولكن انجولا قدمت ماتش وقدمت لاعبتها بشكل خرافي فاجئني بصراحه، واعتقد ان في كتير من الناس اتفاجئت من اداء انجولا. فانت عندك ماتشين تقال وعندك منافسه على صداره المجموعه مش طبيعيه. ترتيب المجموعه دلوقتي جنوب افريقيا في الصداره
بعد ما فازت على انجولا 2-1. واحد يقول لي طب ما هم 2-1 واحنا 2-1، اقول لك لا يا بيه، لان في اللعب النظيف يفرق لجنوب افريقيا. لحد دلوقتي البطوله ما فيهاش مفاجآت كبيره. شفنا المغرب وهي بتكسب جزر القمر 2-0. كان متوقع اي نعم ان المغرب تكسب وتأدي بشكل احسن من كده، ولكن زي ما بقول ماتش الافتتاح لا يقيم عليه بشكل كبير. لسه الاداء بيرتفع من ماتش لماتش. منتخب مصر في الدقائق الاخيره كانت هتبقى اول مفاجاه لو كانت تعادل مع زيمبابوي، ولكن اقدام محمد صلاح حسمت الامور للفراعنه. شفنا كونغو الديمقراطيه بتكسب بنين 1-0، وشفنا السنغال وهي بتدك شباك بوتسوانا ب3 أهداف، وبعتت رساله بقى لكل منتخبات افريقيا بتقول لهم انا هنا، انا السنغال، انا جاي احقق اللقب الثاني ليا من قلب المغرب، وعندي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، ويانا يا انتوا السنه دي في النسخه اللي احنا مش عارفين الحقيقه هترسى على مين. في منتخبات كتيره جدا كبيره ومستنيين دور ربع نهائي هيبقى قوي جدا وتنافسي جدا في رايي. ان شاء الله يوم الخميس اكون معاكم في حلقه ناريه بقى، وتوقعاتنا وتوقعاتكم، وهنشوف وهنقول حسام حسن ممكن يسير الجيم ازاي قدام جنوب افريقيا، وهنتكلم مع بعض عن توقعاتنا وتمنياتنا للتشكيل. عايزين نشوف تشكيل منتخب مصر هيبقى ازاي. هتبقى حلقه ناريه ما تفوتوهاش الخميس ان شاء الله موعدنا. وعزيزي المشاهد لو وصلت معايا لحد هنا اشكرك شكرا جزيلا، وفضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وانزل حالا اعمل لايك للفيديو دعما لاخوك وحبيبك عشان يشوفوا اكبر عدد من المتابعين. اشكركم مره ثانيه شكرا جزيلا. السلام عليكم.